السلام عليكم. طبعا لو انت اول مره تفتح فيديو لهذه القناه فحب اعرفك بنفسي. انا ياسين محمد من راديو 70 شاب عربي مصري بقدم محتوى على هيئه راديو، بتكلم فيه بقول وجهه نظري عن الفن، عن الكوره، عن اي حاجه تانية، بس اهم حاجه اكون فاهم فيها وما اقعدش افتي، والاهم من ده كله كمان ان اكون حاببها. ولو انت بقى تعرفني فكتر خيرك انك لسه على القناه لحد دلوقتي بعد كل فترات التوقف دي. بس هو يا معلم ادينا بنحاول نصلح. احمد مكي لحد دلوقتي مسيرته ما فيهاش اعمال كتير، يعني اعماله مثلا ما تخطوش صوابع ايديك الاتنين، بس في نفس الوقت من خلال الاعمال اللي هي مش كتير دي مكي عمل كمية شخصيات كتيرة جدا، كلها خلي بالك مهمة في تاريخ الكوميديا في السينما او حتى في الدراما. المهم من ضمن كمية الشخصيات الرهيبة دي ظهرت لنا شخصية حزلقوم، بارد السينما المصرية الأول. الحقيقة إن الشخصية دي أكتر شخصية بتضحكنا في وسط كل الشخصيات اللي مثلها أحمد مكي، وأكتر شخصية كمان ناجحة. يعني إحنا مثلا حبيناها في كل أشكالها، من أول السينما، من أول 2010 في لا تراجع ولا استسلام لحد سيما علي بابا في 2012. بعد كده من أول الجزء الثالث لحد الجزء الأخير من الكبير هي موجودة وإحنا حابينها، حتى مع عملها مسرحية نجحت نجاح فشيخ. المهم يعني اللي أنا جاي أتكلم فيه النهاردة هو إن ليه الشخصية دي فعلا فنيا وحتى على مستوى الجماهير أكتر شخصية عملها أحمد مكي ناجحة. أيوة، أنجح من الكبير وأنجح من جوني ومن اتش دبور ومن كل ده، وأنجح كمان زي ما قلنا على المستوى الفني. فكل ده ليه؟ ده اللي جايين نرغي فيه النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاك ياسين محمد من راديو 70 والحلقة دي هنتكلم فيها عن كاركتر حزلقوم. عشان عشان نفهم ليه حزلقوم أكتر شخصية ناجحة على المستوى الجماهيري والفني في وسط كل الشخصيات اللي عملها أحمد مكي دي، لازم نفهم إيه الاختلاف بين الشخصية وبين أي شخصية تانية مكي عملها. الاختلاف هنا ببساطة يا معلم هي اللامنطقية، واللي أقصده هنا يا معلم إنك مثلا مستحيل تلاقي شخصية كده في الواقع زي حزلقوم، بشعرها، بلبسها، ببرودها، بتفاهتها، بكل حاجة. صعب جدا. بس مثلا ممكن تلاقي شخصية زي اتش دبور، شاب كول ومتروشن، هتلاقي منه كتير يعني في حواري ايجيبت. شخصية زي شخصية جونز بالعكس ده أكتر كاركتر منطقي في وسط العبث المزاريطي ده. ده حتى راجل شخصية أسامة العاشق ممكن تقابلها وتشوفها في أي حتة. يا عم جرب كده ترمي ودن وصاحبك بيتكلم الحتة بتاعته، هتلاقيه بنفس تلزيق ومحن سوما العاشق بالظبط. ودي عبقرية من مكي في تحضير الشخصية من الأول. يعني حزلقوم ده واحد حقيقي، في واحد يعني هو مش كله حقيقي، جزء منه حقيقي وجزء منه بكمله خيالي. هي بتبقى انت، انا الطريقه اللي بعملها في كتابه الشخصيه حاجه اسمها المدرسه اسمها الفعل الحركي. هي بتبقى لازم تكتب تاريخ للشخصيه من يوم الميلاد تتخيله. طبعا جزء كبير من انك تعرف تتخيل تاريخ انك تكون يعني قابلت بشر او قابلت ناس. وده يفهمنا ليه الشخصية دي بنحبها كلنا وبتضحكنا أكتر من أي شخصية تانية، لأن باختصار يا معلم إن الكاركتر ده بهدومه بشعره بحكايته مستحيل طبعا. وهي دي الفكرة، كل ما زاد الخيال في الكوميديا كل ما زاد الضحك، إن أنت بتخلق مواقف جديدة تماما مش موجودة في الواقع، فبالتالي بتضحك أكتر بكتير. زي الحكاية دي مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هي تكاثرت الاقاويل في المنطقه ده، يعني وانا عيل صغير في المدرسه كانت العيال بتقول لي ان حزلقوم ده اسم اله المشمش عند الفراعين. بس طبعا طلعوا العيال بتشتغلني وبتاع عشان شعري برتقاني، وانا صغير كان برتقاني اكتر من كده كمان. ولما كبرت شويه اللي حسمني الموضوع ده اهو واد جاري اسمه ايمن بن احلام كراويه. الواد ده فتح سايبر وبرنا. قال لي ان شعراء الجاهليه بيطلقوا الاسم ده على بيض الصبيط. بين الصبيط. طيب بص ما علينا من الموضوع ده. والتحضير الكويس ده والخيال أدى طبعا إلى تفاصيل خارجية تخلي الشخصية تضحكك من قبل ما تفتح بقها. التفاصيل الخارجية والمظهر الخارجي ده مهم لأي كاركترز حتى لو درامي، بس أكترهم أهمية الكوميديا، لأن ساعات مصدر الضحك يبقى من الشكل، زي مثلا يعني اتش دبور أو جوني. شفت مظهرهم الخارجي لايق على العالم بتاعهم وحكايته، أو بره عالم مكي أصلا. تعالى مثلا نشوف شخصية سلطان هاني رمزي في فيلم غبي منه فيه، شفت شكل ودانه، شكل سنانه. بس طبعا شخصية حزلقوم التفاصيل الخارجية فعلا بتموت من الضحك. الراجل ده كفاية الجاكيت والماشية بتاعته، مش عايز حاجة تانية بجد. وده طبعا نابع من التحضير الكويس للشخصية زي ما مكي حكى. ونقطة أخيرة بتوضح ذكاء أحمد مكي في الشخصية دي، إن هو ما عملش زي باقي الكاركترز الكوميديين. يعني مثلا معظم الكاركترز الكوميديين لما بيتواجد فيهم صفة الغباء بيبقى كل الإفيهات وكل الكوميديا مبنية على الصفة دي بس. إنما مكي لأ، ما اعتمدش على صفة الغباء بس اللي موجودة في حزلقوم، برضه بيضحكنا من صفات تانية زي صفة تفاهته مثلا كده.
بس كده يا معلم، دي كانت محاولة سريعة كده في تحليل شخصية عبقرية، وفعلا هي من أجمل الشخصيات الكوميدية اللي اتعملت في تاريخ السينما المصرية أو السينما العربية. المهم حلقتنا خلصت، أتمنى إنها تكون عجبتك، وطبعا لو عجبتك بقى متنساش ترقع على اللايك كلمتين، سبسكرايب لاخوك، وفولو على صفحة الانستجرام، او اللي بيتضايق يعني صفحة الانستا مش مشكلة. وطبعا ما تنساش تدعي لاخواتنا، هما دلوقتي مقطوع عنهم النت في وسط المدعكة دي، فعشان كده اخبارهم ما تطلعش. ما تنساش الدعاء والمقاطعة والشير. كان معكم ياسين محمد، راديو 70 70.